وسدت المبالغ المحصلة من هذا القرض والتي فاقت 560 مليار دينار جزائري لتمويل مباشرة إنشاء منشآت قاعدية من موانئ وسككية وري وتوسيع المناطق الصناعية. كما أنه من المحتمل أن تقوم الدولة بإصدار هذه السنة قروض أخرى بدون فائدة، وهو مشروع قيد الدراسة أو بنوك لا إسلامية أو كافرة، لكن فيه بنوك يونيفرسال كما في جميع البلدان. والبنوك هذه ممكن أن تتعامل مع جميع المواطنين بإصدار سندات بالفائدة أو سندات بغير فائدة، ولهذا لا داعي لإحداث بنوك جديدة في البلد. إن الجزائر بدأت في إنجاز برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة بهدف إلى تركيب 22,000 ميجا وات، 22 محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة 343 ميجا وات. في أواخر الشهر الحادي جانفي 2017 مناقصة للاستثمارين الوطنيين والأجنبي لتركيب 4000 ميجا وات، وعلى المستثمر أن يصنع في الجزائر وحدات خاصة للألواح الشمسية. أي تهيئة مقابلات للاستجمام والتسوية في إطار قانوني اللي يسمح للمستثمرين باش ينشطوا في هذا المجال. فكل الشروط مهيئة، فيه لجنة على مستوى كل ولاية يرأسها السيد الولي. فكل أي متعاون اقتصادي اللي بده أن يدير أي استثمار في هذا المجال، مجال الاستجمام والتسوية والغذاء، فالمجال مفتوح.